هو في امل ان عمر فرج يتعالج؟ طيب هو ايه اصلا المرض اللي عند عمر فرج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتذكر ربنا في الكومنتات. عمر فرج عنده مرض اسمه osteogenesis imperfecta. طيب يعني ايه؟ يعني مرض العظم الزجاجي. بص، هو تعال نفسر الكلمة كده مع بعض. اوستيو يعني عظم، جينيسيس يعني تكوين، بيرفكتا يعني خلل في يعني خلل، يعني عدم اكتمال. يبقى عدم اكتمال نمو او عدم اكتمال تكوين العظم، وده بيكون بسبب مشكلة جينية بتحصل في الكولاجين. اللي هو الكولاجين ده اصلا هو المسؤول عن ترسب الكالسيوم جوه العظم، فبالتالي بيحافظ على صلابة العظم، صلابة وقوة العظم، فبالتالي العظم ده ما يتكسرش. طيب لما يكون في خلل في الجين اللي هو بيكون في الجين ماشي، في الجين اللي هو بيكون الكولاجين اللي هو تايب 1، اللي بيخلي العظم، اللي بيخلي الكالسيوم يترسب جوه العظم، فايه اللي يحصل؟ العظم ده يبقى هش ويتكسر بسهولة، يتكسر من اقل حاجة. فبالتالي هتلاقي بقى ايه؟ ان ممكن يحصل تقوس في الرجلين، ممكن يحصل كسور كتير، كسور كتير بسهولة. ممكن الشخص ده يبقى قصير القامة زي عمر فرج كده. طيب هو المرض ده ممكن يبقى ليه علاج ولا لأ؟ هو بصراحة لحد دلوقتي مفيش علاج صريح للمرض، بس احنا بنعالج ايه؟ سيمتوماتيك، يعني بنعالج الأعراض. اللي هو مثلا احنا بنحاول نقوي العظم شوية عشان خاطر ما يتكسرش بسهولة، فاحنا بنديله مثلا كالسيوم، بنديله فيتامين دي اللي هو اصلا بيخلي الكالسيوم يترسب في العظم. ب... يعني المهم ان احنا بنحاول بأي طريقة من الطرق ان احنا نحافظ على العظم بتاعه ان هو ما يتكسرش بسهولة. برضه يفضل ان الشخص ده يعيش مثلا على كرسي بعجل زي ما عمر فرج دلوقتي ما بيعمل، عشان خاطر يعني يقلل الحركة شوية عشان ما يضغطش على العظم أكتر، فالعظم يزيد التقوس بتاعه أو يتكسر. وده أصلا الزيادة دي ممكن تخلي إن الظهر أصلا يتقوس هو كمان، يعني ممكن يحصل تقوس في العمود الفقري، فالموضوع يزيد خطورته. أصلا المرض ده ليه درجات، من أول الدرجة الأولى اللي هي أقل درجة لحد الدرجة الثامنة، فاحنا بنحاول إن احنا نقل من خطورة المرض ده. وفي النهاية ربنا يشفي كل مريض، وربنا يشفي عمر فرج. وما تنساش تشير الفيديو ده لحد من صحابك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في الزرار اللي تحت ده. والسلام.